شكون هو عبد العزيز برادة؟ تنفس الصعداء في مقابلة استثنائية. السلام عليكم ومرحبا بكم. اليوم غادي نهضروا على عبد العزيز برادة، هو لاعب مغربي اللي توفى مؤخرا الله يرحمه. عبد العزيز برادة تزاد في فرنسا نهار 19 يونيو 1989 وكان لاعب وسط. بدا المسيره ديالو في فرق صغيره في فرنسا، لكن منين جاي يلعب في اسبانيا مع فريق ختافي بدا كيبان بزاف. في هذه الفتره مع ختافي برادة كان كيلعب مزيان بزاف، عنده تمريرات مضبوطه وكيلعب بواحد التقنيه اللي زوينه بزاف ديال الناس بداو كيعجبهم اللعب ديالو، وحتى الفرق الاوروبيه الكبيره بداو كيسولوا عليه. من بعد دار خطوه كبيره في المسيره ديالو ومشى لفرنسا باش يلعب مع فريق مارسيليا. هذا الانتقال خلى الناس يزيدوا يعرفوه وبقى كيلعب في مستوى زوين حتى مع مارسيليا، وحيت هو مغربي كان كيلعب مع المنتخب الوطني ديالنا ولعب عده مباريات وكان دائما كيبغي يشرف القميص ديال المغرب. لكن للاسف الاصابات ما عطاتوش الفرصه باش يكمل المسيره ديالو كيف ما بغى. كانت عنده بزاف ديال المشاكل الصحيه في الفتره الاخيره، ومؤخرا سمعنا خبر الوفاه ديالو اللي صدم الناس اللي كيعرفوه وكيبغيوه بزاف. باختصار عبد العزيز برادة غيبقى ديما في الذاكره ديال المغاربه كلاعب كان موهوب وعنده حب للكره والوطن، اللي غنقولوا والله يرحمه ويوسع عليه ويصبر عائلته وكل الناس اللي كانوا كيعرفوه وكيحبوه. شنو هي افضل لحظه ديالو كتعجبكم؟ واش كتشوفوا انه كان ممكن يوصل بعيد اكثر؟ كتبوا لينا في التعاليق. وشكرا على المتابعه ديالك حتى الاخر. ما تنساش ابوني ولايك وبارطاج مع الاصدقاء ديالك. تهلاو.